يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير. خلصت المباراة والزمالك خسر 2-0 في نهائي الكاس امام النادي الاهلي، وبكل امانة وبكل حيادية فاز من يستحق. بكل امانة وبكل حيادية. عارف ان كلامي ده ممكن يزعل ناس كتير ويقول لك لا ده احنا كنا افضل واحنا كنا مستحوذين واحنا كنا معاك، وكل ده صح، لكن في الاخر بيكسب اللي بيعرف يكسب، مش اللي بيمسك الكوره. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، عندنا مشاكل كتير لسه موجوده، ونادي الاهلي عنده حاجات كتيره مش موجوده في نادي الزمالك. بكل امانه النادي الاهلي بيقدر يفوز على نادي الزمالك في اسوأ اشكال النادي الاهلي وافضل اشكال نادي الزمالك. فقول لي هنكسبه امتى؟ هتكسبه امتى اما انت تكون بالافضليه واما انت تكون بالاستحواذ والنادي الاهلي وحش جدا وحش جدا. واعتقد ان الاهلاويه هيوافقوني في الكلام ده قبل الزملكاويه يعني. بس ما عرفتش تكسب، استحوذت حاجه و80 دقيقه، حاجه و80 دقيقه انت مستحوذ ومسيطر وكل حاجه. هم لعبوا تقريبا من 7 ل 10 دقايق، جابوا جولين وكسبوا الماتش بس. ففي الاخر اللي بيكسب اللي بيعرف يكسب، اللي بيعرف يكسب، مش اللي بيستحوذ، مش اللي بيلعب كور حلوه، مش اللي بيقدم شكل. لا، هم حتى قبل المباراه قال لك المباراه دي تكسب ولا تلعب، وده اللي حصل بكل امانه، ده اللي حصل. فالمباراه فيها ايجابيات وسلبيات، فيها ايجابيات طبعا فيها ايجابيات، وفيها سلبيات طبعا كتير برضو، فهتكلم فيها اكيد مش دلوقتي. انا بس طالع عشان عارف ان في ناس زملكاويه كتير هتتكلم تقول لك احنا كنا افضل واحنا كنا الاقرب والكلام ده كله، لكن في الاخر النادي الاهلي يملك اشياء كثيره مش موجوده في نادي الزمالك، اولهم التوفيق اللي دايما بيغيب عن نادي الزمالك. دي حاجه مش بارادتنا، مش في استطاعتنا، عشان برضو عقلك ما يروحش في حتت مش موجوده. اهم حاجه التوفيق، مهما تعمل لازم تبقى في الاخر موفق، لو مش موفق اللي انت بتعمله ده كله ملوش اي لازمه. ده غير طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي اللي عرفوا يكسبوا باقل مستوى. فمبروك لكل الاهلاويه، من حقك تفرح بفرقتك، من حقك تفرح بناديك، من حقك تفرح بالشكل اللي تقدم بيه المباراه بكل امانه. حتى الان طبعا لو ما فيش كواليس ما نعرفهاش، انا شفتها من التلفزيون، فبكل امانه مباراه كويسه جدا جدا جدا، اذا كان تصوير، اذا كان اداء، اذا كان ملعب، اذا كان تحكيم. ما شفتش بصراحه اي مشاكل في المباراه غير ان الزمالك خسر. وكل التفاصيل المباراه من ايجابيات وسلبيات هنتكلم فيها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.